اليوم في مطبخ نور بسوي معاكم سويت سهل وصحي ولذيذ. المكونات جدا بسيطة مثل ما تشوفونها. عندنا تمر، وعندنا اللوز، وعندي زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، وعندي الدارك شوكلت أو الميلك شوكلت. قطعت التمر بهاي الطريقة ووزعته في الصينية، وبعدين أغطيه بطبقة ثانية وأحاول أن أنا أخليه بهذا الشكل علشان عندي يصير مساحة أن أنا أحشيه بزبدة اللوز. أوزعها بالتساوي على حبات التمر، وبعدين أبدأ أحشيها بالمكسرات اللي أنا فرمتها فرمة خشنة كذي بالتساوي تقريبا. أحاول أوزع على كل حبة، وبعدين عندي الدارك شوكلت ذوبته في الميكروويف لين صار عندي بهالقوام، وأبدأ أوزع بشكل عشوائي كذي على كل حبة بالكمية اللي أنا أحبها. وآخر تاتش عندي هي الملح البحري، يعطي نكهة وايد لذيذة مع هاي الطبق. وبعدين أدخله الثلاجة ربع ساعة نص ساعة، وبشذي صار عندي جاهز. تقدمونه على طول، أو إذا حابين تحفظونه في تابروير وتودونه معاكم الدوام تاكلونه سناك أي وقت. جدا لذيذ وسهل. عليكم بالعافية.